السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أصدقائي وصديقاتي الأطفال الصغننين. عاملين إيه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا. يلا بينا النهاردة نحكي قصة طريفة وبسيطة، بس هنتعلم منها حاجات قيمة جدا وحاجات جميلة ومواقف دي على طول بتقابلنا وإحنا بنلعب مع أصدقاء، سواء مقربين لينا أو ما نعرفهمش. تعالوا يلا بينا. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في ولد اسمه معاذ، مامته بتحبه كتير وبتدلعه وبتقول لي يا ميزو. كان ولد جميل والناس كلها بتحبه لأنه مؤدب، وماما دايما تجيب له هدايا ولعب تحفيزا ليه، لأن دايما كان يهتم بالنظافة الشخصية وترتيب الألعاب بعد ما يلعب وترتيب سريره. دايما هدومه جميلة وبيسمع الكلام. في يوم من الأيام ميزو حبيب ماما قال لها يا ماما، احنا عايزين دلوقتي في الصيف وانا عايز لعبة جديدة. قالت له عشان انت بتسمع الكلام هننزل نجيب انا وانت الألعاب. ودايما كان هو بيحب يلعب مع أصحابه بلعبه ولعب أصحابه. بس مامته أول ما نزلت تجيب له الألعاب لفوا في محلات كتير قريبة وبعيدة لحد ما عينيه ما وقعت على حاجة معينة، وهي لعبة الهليكوبتر، اللعبة اللي هي الطيارة. هنا بقى بدأ اللي هو يختار اللعبة وعجبته جدا، وقال لها يا ماما انا عايزها بالريموت ومش عارف ايه وكده. قالت له ماشي، بس حجم الطيارة ده متوسط ومش صغير، يعني ما ينفعش نلعبه بيها في البيت، لكن تنفع تلعب بيها في اماكن واسعة زي الحديقة عشان ما تكسرش حاجة في البيت. الله حاضر يا ماما. قالت له شطور يا معاذ. ويا دوبك اخد اللعبة وبس ايديها وقال لها شكرا يا ماما، ربنا يجزيكي خير علينا ان انت بتدينا كل حاجة احنا بنحبوها. وفي يوم من الايام هم رايحين النادي مع الشلة الصحاب، كلهم اتجمعوا على اساس ان هم رايحين النادي، وروحوا هناك قعدوا يلعبوا كل يوم. كل مرة بيقولوا يلا يا معاذ نجيبوا الالعاب ويلا نتجمعوا ونلعبوا. قال لهم لا انا مش هجيب، ما جبتش الالعاب القديمه، بس انا جبت لعبه جميله جديده. قالوا له ايه شوقتنا، ايه اللعبه الجديده؟ راح قال لهم انا جبت لعبه طياره هليكوبتر، وماما قالت لي ما ينفعش العب بيها في البيت عشان ما نكسرش حاجات في البيت. قال له طب يلا بينا نلعب بيها. قال لهم لا، دي لعبتي انا وانا هلعب بيها، انتوا تلعبوا بالالعاب القديمه. بصوا له كده وسكتوا واتصدموا. طب ليه؟ ما احنا كل مرة بنحط الألعاب بتاعتنا كلنا. طب وريها لنا. يا دوبك طلعها من العلبة بتاعتها. واو جميلة قوي، عايزين نلعب معاك بيها. راح كشر في وشهم قال لهم لا، محدش فيكم يلعب معايا، انا بس العب بتاعتي، هلعب بيها ولوحدي ومش عايزه العب معاكم. قالوا له طب وانت كده هتضايقنا، ما احنا كل مره بنلعب مع بعض. قال لهم لا، دي طيارتي الجديده وانا احق بيها واحد ولازم انا العب بيها. قعد بقى زعلانين. فجأة كده واحدة من صحابهم اسمها ايه قالت له طب تعالوا احنا نلعبوا بلعبنا وسيبوه هو يلعب لوحده، هو اصلا كده كده هيزهق ان هو يلعب لوحده. وقالوا لها طب تعالي يلا احنا نلعبوا مع بعض. وفعلا قعدوا يلعبوا مع بعض بضحك وهزار، وبقى يبص لهم وهم بيضحكوا، فعلا بيهزروا بيضحكوا لان هم مبسوطين مش بيغزوه. لكن هو قعد برضه مبسوط باللعبة بتاعته، قعد يعملها في الهوا يمين وشمال يمين. بدأ أصحاب رامي يشوفوه وهو بيلعب، وبدأوا إن هم خلاص يكتفوا باللعب اللي عندهم ويحاولوا يلعبوا باللعب معه. وفعلا قعدوا يضحكوا ويهزروا وهو كان مبسوط جدا باللعبة بتاعته. بس جاله وقت وزهق من اللعب لوحده، بدأ اللي هو يرجع تاني عشان يلعب معاهم. قالوا له لا شكرا، احنا مش هتلعب معانا تاني ولا هتشاركنا لعبنا. راح قال لهم ليه؟ قالوا له لا. قال لهم طب تعالوا يلا خدوا اللعبة بتاعتي والعبوا بيها. قالوا له احنا مش عايزينها، احنا خلاص استكفينا باللعب اللي معانا والحاجات اللي معانا، شكرا اتفضل روح العب لوحدك. قعد حزين وزعلان، وزعلوا منه اصحابه كتير. طب وانتوا زعلانين؟ قالوا اه احنا زعلانين ان انت ما رضيتش تلعب بينا، حتى على الاقل كنت خليتنا نشوفوها، انت ما خليتش حتى حد فينا يلعب بيها. راح قال لهم طب اصلك انا زهقت من اللعب لوحدي. قالوا طب واحنا نعمل؟ قال لهم لا تعالى احنا عايزين نلعب عايزين نلعب، انا عايز العب معاكم. راح قالوا له لا خلاص روح انت العب لوحدك. في يوم من الايام قعد زعلان، وكل ما يروح معاهم عشان يلعب معاهم هم رفضوا.
عشان هما كانوا عايزين يعلموه ان اللعب ما ينفعش اللعب لوحدك، حتى دي لو لعبة جديدة ما ينفعش ان انت تزعق لاصحابك وتصدهم كده وتقول لهم لا ما فيش حد يلعب معايا. هو ماشي في يوم من الايام، ماشي وراح بقى تاني قابلهم تاني في النادي، بس كان خايف ان هو يروح يقول لهم انا عايز اقعد العب معاكم، ينفع العب معاكم؟ فلقى مامته لقيته قاعد حزين، قالت له مالك يا معاذ، مالك يا ميزو يا حبيبي، مالك انت زعلان ليه وحزين ليه؟ فحكى لها الحكايه. ماما قالت له لا، ما ينفعش اللي انت عملته، انت كده غلطان، زي ما اصحابك بيشاركوك في اللعب. قال لهم ما انا كنت بشاركهم في اللعب بتاعتي القديمه. قالت له لا، المشاركه في الجديد والقديم، هم كمان كان عندهم حب استطلاع وهيشوفوها. انت كان ليك حق ان انت ترفض لو حد هيكسرها، لكن محدش هيكسرها وكلهم هيحافظوا عليها. فيها ايه ان انت كنت تشاركهم باللعبه؟ لازم تروح وتعتذر لاصحابك وتطلب منهم ان هم يسامحوك ويخلوهم يلعبوا معاك تاني. فعلا راح لهم وندمان وقال لهم انا اسف، وفعلا لما هم حسوا ان هو فعلا ندمان من تصرفه سامحوه، حضنوه، ضحكوا معاه وهزروا معاه وقالوا له يلا نلعب معاه. قال لهم بس على شرط، عايزكم ترجعوا تلعبوا معايا بالطيارة الجديدة وكل واحد فينا دور. فعلا فرحوا، قالوا له بجد يعني هنلعبوا؟ قال لهم هنلعبوا مع بعض بالطيارة، الطيارة الجديدة وبالألعاب القديمة. هنا يا أصدقائي لازم نكونوا عارفين إن المشاركة شيء جميل وبتقرب الصحاب من بعض وبيبقى ما بينهم حب وعطاء، وإن الأنانية دي صفة مش لطيفة، ولازم نوعد نفسينا إن إحنا ممكن ما نكونش في يوم من الأيام عندنا أي صفة من صفة الأنانية، لأن الأنانية دي بتبقى صفة وحشة سواء في الشخص، والناس كلها ما بتحبش الشخص الأناني. توتة توتة، خلصت الحدوتة، حلوة ولا منتوتة؟ سلام.